السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده بقى يا حبايب قلبي، طبعا امبارح كانت جمعة مباركة عليكم، اللهم امين. فطبعا كان عندي اكل باقي وكده، فقلت ايه اقضي بيه. في الايام اللي زي ديت ما ترميش اكل، يعني تقضي بيه تاني يوم عادي، مش مشكلة، بدل بتحطيه في التلاجة. فطبعا طلعت بقى على السطح، جبت فرخة بيضة وفرخة حمرا. طبعا الفراخ بتاعتي دي عمر 35 يوم زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو. طبعا قطعتها كده 4 ارباع زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وقطعت الورك كده على اساس لما اجي احطها في صينيه البطاطس يبقى شاربه من الحدق بتاعها وكده. وطبعا بقى معايا بطاطس قطعتها حلقات زي دي كده. وطبعا بقى هعمل الفراخ هعمل فراخ مرتة. معايا طبعا بقى فلفل بارد وفلفل حر وطماطم وليمونة وبصل. طبعا هقطع كل دوت مكعبات، وهعملها فراخ مرتة في الصينية. طبعا اديني قطعت اهوت الطماطم والبصل الطماطم والبصل والفلفل البارد والفلفل الحار، قطعتهم مكعبات بالشكل دوت كده. طبعا بقى وهحط عليها اللي هي البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي بقى عبارة عن عبارة عن بابريكا، معلقة بابريكا حمراء، ومعايا كزبرة، معلقة كزبرة. اللي عامة يعني البهارات بتاعتي كلها عاملاها بالملح الناعم. طبعا ومعلقة كزبرة من كل حاجة، يعني معلقة. كل البهارات بتاعتي معلقة. حطيت معلقة بابريكا ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، ومعايا طبعا بصل بودرة وتوم بودرة، ومعايا بهارات بتاعتي، ومعايا القرفة زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، ومعايا برضو ملح ناعم. واقلب بقى طبعا كله ببعضه. طبعا لازم تقطع كله مكعبات. وطبعا معايا برضو الصينية بتاعتي ايه هحط فيها البطاطس من تحت. طبعا ومعايا 3 فصوص حبان. طبعا بحب احط فيها حبان، بس طبعا لما بتستوى انا بقوم رايحه شايله شايله الحبان منها، عشان بحيث اما حد يجي ياكل الحبان ما يجيش في بق حد ويقرف وكده. وطبعا بقى هقلبهم كلهم بالمعلقه كده زي ما انت شايفه اهو. اقلب كله ببعض بحيث كله ياخد يشرب من الحدق مع بعض، ما يكونش حته عادبه وحته مالحه. وطبعا عايزه اقول لك المرته ديت بالذات ما يكونش حادقه. لازم تكون البتاع بتاعها الحدق بتاعها يكون مظبوط. طبعا وعصرت عليها ليمونه. طبعا ومعايا الصينيه بتاعتي زي دي كده. طبعا هجيب بقى شويه مرتة، وهحطهم في قعرة الصينية من تحت زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده اهو ما شاء الله. وهرص فيها البطاطس واحدة جنب واحدة. انا طبعا مقطعاها حلقات، والحلقات بتاعتي ولا يكون تخينة ولا يكون رقيقة يا بنات. ما شاء الله. للبنات اللي لسه اول مرة هتدخل المطبخ في الاجازة، تبقى انت عارفة كل حاجة وانت في المطبخ. ما شاء الله. ما شاء الله بألف هنا وشفا على اللي ياكل. طبعا انا العيال بيحبوا الفراخ بالذات تكون بالمرتة او متحمرة، ما بيحبوش اكتر وقت، ما بيحبوش ياكلوا اللي الفراخ بالشوربة والكلام من ده. حتى لو انا عملت فراخ بالشوربة ما ياكلوهاش الا اذا انا حمرتها. طبعا وهجيب شوية مرتة برضو زي ما انت شايفة كده، رصات البطاطس وهجيب شوية مرتة وهدلقهم عليها برضو. وهجيب بقى طبعا انا الفراخ بتاعتي بحب ان انا اشقها كده بحيث واجيب شوية كمون وشوية فلفل اسمر وادعكم بها برضو، بحيث اللي هي كلها شربت من الحدق بتاعها اهو ما شاء الله. وهرص واحدة جنب واحدة. دي تربية الفراخ بتاعتي ما شاء الله. عايزة اقولك تربية البيت ما شاء الله لا يعلى عليها، ما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب. عايزه اقول لكم يا حبايب قلبي، وطبعا الرجلين والحاجات ديت ما ترميهاش طبعا في الايام اللي احنا فيها ديت، واللي الفرخه كيلو ب100 وبين و10 تقريبا.
طبعا ما ترميش منها اي حاجة في الايام اللي احنا فيها دي. ما شاء الله بدل مغسولة ونضيفة ومتنضفة حلو، خلاص ما تقلقيش منها هتحطيها. وطبعا بقى تبقي معايا شوية مرتة، ايه، هتلاقيهم على وش الصينية. اه ما شاء الله. وهجيب بقى طبعا معايا ايه، كوباية مية، وايه واحطها عليها، كوباية مية. ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا بقى ايه، هحط عليها كوباية المية طبعا، وطبعا معايا ايه، معلقتين صلصة زي ما انت شايفة كده، وايه وارشهم على الوش بحيث إيه تبقى كلها ايه لونها احمر. اه ما شاء الله، عشان الفراخ تبقى متحمرة حلوة وشكلها ايه بكفاية في الصينية. ما شاء الله. عايزة اقولك الريحة بتاعتها ما شاء الله كانت ريحة جبارة. ما شاء الله. بألف هنا وشفا. آه. طبعا بقى معايا ايه، وبرضو ما احط عليه ايه على الوش برضو معلقتين ايه من الزيت. طبعا عندك زيت زيتون بتحطي، عندك ما فيش عندك زيت زيتون عادي بتحطي اي نوع زيتون. وطبعا معايا مرقة ايه، واعملها على وش الصينية اهو زي ما انت شايفة كده. واخر حاجة بقى بحطها بقى طبعا اللي هي كوباية المية. وطبعا بقى ايه اخدها بقى واروح ايه احطها على البوتاجاز، هولع عليها على البوتاجاز. طبعا هولع على البوتاجاز، اول ما تغلي هقوم رايحة ايه مهدية بها مع نفسها. يعني اعلي عليها اول ما تغلي، بعد كده بهدي عليها واحط عليها ايه الليمونة زي ما انتوا شايفين كده، شقة الليمونة اهي ما شاء الله. وادي طبعا ادي الشكل النهائي بتاعي. اه دي بعد بقى طبعا مع استوت على البوتاجاز ودخلتها الفرن طبعا واحمرت. ما شاء الله. كده بقى العيال ايه ما شاء الله بيحبوا ياكلوها على طول. شايفين؟ وادي البطاطس معايا اهيت اهي طالعة سليمة ومستوية. والفراخ طبعا بتاعتي مستوية ولا مهرية ولا حاجة. ما شاء الله. دي تاكلها بقى بعيش، تاكليها بمكرونة، زي ما تحب بقى، زي ما اي حد يحب ياكلها بايه. ما شاء الله.